عسلامة البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم باش نحضر مع بعضنا البنات شمنكة تونسية بالعدس. البنات حبيت نجربها المرة هذه بالعدس وجتني بنينة على الاخر البنات. لما حالا عملت لكمش مرة شمنكة بالحمص، ان شاء الله تو نهبطها لكم في فيديو عن قريب ان شاء الله. الحاسيلو البنات هنا خذيت طنجرة حطيت فيها تقريبا 50 غرام عدس كما شفتوها هكاكا، جيت غسلته وحطيتها في الطنجرة معناتها لا رنخته لحد شي البنات. راهو العدس يطيب مش كما الحمص والانواع نتاع البقول الاخرى. وحطيت هنا كما شفت معايا نصف راس بصلة تكون متوسطة، ولا تنجم تحطوا راس صغير كامل تاع بصل. حاسل بديت نقطع في مكعبات صغيرة هنا كما شفتوا معايا. البنات ما تستغربوش، راهي شمنكة بالعدس راني جربتها وعملتها قديش من مرة، جتني بنينة على الاخر، خفيفة وفاوحة وبالكدا. تبعوا بركة الطريقة من الاول للاخر البنات ان شاء الله باش تعجبكم. حاسيلو قاعدة نقطع في البصل هنا طروف صغيرة. كان لقيت مثلا طروف مازالت كبيرة نحاول اني نهزها ونعاود نقطعها طروف صغيرة حتى هي كما شفتوا معايا البنات. هنا حبيت نوري لكم بالتدقيق معناتها مازلت هذا نخدم فيها على البارد البنات، مازلت ما حطيتش على النار. بعدين باش نحط الكرشة متاع العلوش. البنات هنا قبل ما نطيبها هنا في الشمنكة لازم نشريها بيانسير من عند الجزار، نغسلها بالكدا ونطبخها في شوية ملح دوبلاش ملح شوية كركم وزعتر وكليل. هذه ضرورية جدا، اي كرشة معناتها متوفرة كسوا بقري ولا علوش. ونحطها كما هكا كما شفتوا معايا دي ساشيات صغار على كمية اللي باش نطيب بها، ونحطها في الكونجيلاتور البنات نجبت وقت اللي حاجتي. ماذا بيكم البنات تجبدوها كيف من هكا معناتها مثلجة شوي دوبلاش مثلجة راح يعني نص وتقصوها كيف من هكا طروف صغيرة تسهل عليكم بالكدا البنات. هاكا تشوفوا كيفاش قصيتها بالموس البنات. وبعدين حاول زاده اني نقصها بالمقص زاده يعني منا ومنا البنات. شفتوا فوق البلانش تجي ساهله على الاخر بالكدا. لازم اني نعملها مكعبات كاني باش نعمل هاك العصبان ولا رز جربي، ما نقصها طروف صغيره كيما هكاك البنات بالضبط. فما شكون يعمل معناتها طروف كبيرة شوي، مثلا الكعبة يقسم كيف من هكاك الكرشة مثلا يقسمها على 3 طروف 4 طروف، ما يقصيش طروف صغيرة. كل واحد كيفاش، انا شتني كيف من هكا البنات خير راهي تجي اصلا منظرها كيف من هكاك يشهي خير وكل شيء. تو تشوفوها حسيلو بقيت نقص فيها هكاك طروف صغيرة اللي كملت الكرشة. الحقيقة البنات هنا ما عنديش الرية، يعني شريت من عند الجزار جوست الكرشة والمصارم. نجموا راهو الضيف والرية يعني هذيك تابعة الدوارة. انا ما ضفتش البنات، ما شريتش، يعني قصيت المصارم زاده بالمقص زاده. وكي لقيت هكا صعبت عليا وليت رجعت للموس البنات، قصيتها بالموس شويه الباقي الكل. حاسلوا البنات قعدت نقص فيها هكاكا طروف صغيره الكل حتى المصارم اللي كملتها. جربوها البنات بالعدس بالحق، جربوها ننصحكم تجربوها، بنينة على الاخر كطريقة جديدة يعني، وان شاء الله
تو نحط لكم فيديو شمنكة بالحمص. يلزمنا البنات ننوعوا، منشدوش يعني نوعية واحدة متاع شمنكة، نوعوا هكا في المطبخ متاعنا، ونحاولوا نجيبوا ديما حوايج جديدة، طرق جديدة نصنفوا بها الأكلات متاعنا. حاصل هنا البنات قاعدة نكمل في تقطيع المصارن. هنا البنات بعد ما كملت حطيت الطنجرة متاعي على الغاز باش نحط بيان سور شوية زيت، ما نكثرش البنات الزيتة خاطر هي بطبيعتها فيها شحم الكرشة متاعنا. هاني باش يزيد يسيب الزيت. يعني انا البنات الحقيقة نحبها خفيفة، حطيت فيها شوية ماء. البنات انا ديما نقلي اي مرقة متاعي نقليها البنات بزيت والماء، هذوكم الباز في الاول. وبيان سير باش نحط مغرفة صغيرة ملح طبيعي، وباش نحط البنات كذلك مغرفة صغيرة متاع كركم. انا في الطبخان الدوارة ولا الكرشة المرة هذه ما حطيتش كركم في الطبخان، مغرفة صغيرة متاع الكركم. باش نحط البنات شوية فاح على راس المغرفة الصغيرة هذيك، وشوية بيان سور فلفل اكحل، شوية كمون على راس المغرفة الصغيرة زادة، شوية شوية. هكا هو البنات. راني باش نزيد نفوح زادة في الاخر باش نفوح بالثوم وبنفس بريسك اللفاحات معناتها. تو باش نبدا نحرك الطنجرة متاعي. بيان سور يلزم اللفاحات تدخل في بعضها الكل مع الدوارة الشمنكة متاعنا باش تتفوح. خليتها تتقلى هكا شوية البنات. بعدين اكيد باش نحط الفلفل المرحي البنات، باش نحط الطماطم المعجونة. الفلفل المرحي البنات تقريبا باش نحط مغرفتين صغار فلفل مرحي. اللي يحب يعملها هكا شوية موزوزة تكون حارة شوية يضيف نصف مغرفة هريسة عربي. انا ما ضفتش الحق، عملت يعني جتني في المتوسط، لا هي حارة ولا هي البنات معناتها باردة طول، يعني جت متوسطة باهية. باش نحط البنات كذلك مغرفة كبيرة طماطم ماهيش معبية كما شفتوها، ماهيش شكل معبية ياسر، تجيني خفيفة وباهية. باش نحط الرشة الصغيرة متاع السكر البنات فوق الطماطم هذيك، تنحيلي الحموضية متاع الطماطم. نبدا نحرك البنات اكيد هذيك باش نحرك. مازلت ما ضفتش راهو الماء باش نمرق بيه، نفسك الماء هاك شوي حاطته في الاول قاعده قلت بيه وباش نزيد نقلي بيه تويكا الطماطم والفلفل المرحي متاعنا. قاعده نحرك البنات بالكدا بيان سور، هذيك حاجه ضروريه باش نخليها البنات تتقلى شويه الطماطم والفلفل المرحي. البنات على فكره راني حطيت النار على نار متوسطه، لا هي ضعيفه ولا هي اكل قويه اللي تشيط لي الماكله معناتها. به هنا بعد ما قليت البنات كم شفتوا الطنجره الحق معناتها ما نقولوا احنا المرقه متاعنا ما لصقتش في قاع الطنجره. هنا باش نمرق بالماء البنات كما شفتوا، حطيت كميه متاع ماء متوسط البنات، لا كميه كبيره ولا كميه يعني قليله اللي نبقى نزيد في الماء، كميه الحق باش تطيب لي العدس وتطيب لي الكرشه متاعنا. كو شفتوا النار كيفاش متوسطه.
تبعوا البنات الفيديو من الاول للاخر باش تفهموا الطريقه متاع الشمنكه. بالحق راهي طريقه بنينه برشا، روعه، خفيفه وسهله، ونجم اي واحد يطيبها البنات. هذه التفويحه متاع الشمنكه متاعنا اللي تجي في الاخر البنات، اللي هي ثوم، تقريبا 3 سنون ثوم متوسطين ولا 2 كبار. عندي المغرفه متاع الكمون البنات، باش نزيد عليها مغرفه صغيره متاع فلفل اكحل، باش نزيد عليها البنات مغرفه تقريبا صغيره اقل شويه متاع كرويه، كرويه تفوح خير البنات. عاويني هذيك الكرويه باش نهرسهم الكل مع بعضهم البنات بالكدا. انا نحب الحق نهرس اللوح زمني نحسه، وبحكم هي أكلة زمنية يتواتي بعضها معناه. عاوينهم الثوم والكمون الأخضر البنات والفلفل الأكحل والكربية باش نهرسهم بالكدا باش نشوف الأكلة متاعنا البنات. القوام متاعها كيفاش يجي خفيف، راكم شفتوا بنينة على الآخر. هذا لفاح متاعنا البنات بعد ما هرسته بالكدا، تهرسوا بالكدا البنات لين الثوم يظلي ماهوش باين. عنا هنا باش نستعملوا المعدنوس في الشمنكه متاعنا، اكيد المعدنوس، وباش نستعمل زاده البنات الفلفل الخضر 2 قرون 3 قرون قرن واحد، انتم الكميه متاع الشمنكه متاعكم قداش. البنات هنا بريسك الشمنكه متاعنا حضرت، هاي ديجا كما شفتوا قررت شويه زيتها ندوب الليش. انا نحبهاش البنات تاكل المياد ما ياسر راه هكا، علاش ما عملتش برشا زيت يعني، وديجا مع الشحم قلت هذاك اهو. تتشوفوا لونها مزيان وتشهي الحق. حطيت المعدنوسه هنا البنات باش نحط قرون الفلفل الخضر كيكه، باش نحرك الطنجره متاعي. شفتوا لونها قداش مزيان البنات، الحق خفيفه على الاخر. هذاك اللفاح زاده. هذه المرحله قبل ما نقص على الطنجره متاعي اللي بدقيقتين ولا 3 البنات. نبدا نحرك تو مع بعضها، نخلي هكا الثوم واللفاحات اللي فيه كله يتخلط كله مع المرقه، يسيب زاد الفلفل الطعمه متاعو، المعدنوس كذلك. بالحق راهي حاجه روعه البنات، ننصحكم انكم تجربوها. باش نخليها بنات دقيقتين 3 ومن بعد نقص عليها. ما تنسوش البنات كان عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديدنا. بعد البنات هنايا ما كملت دقيقتين ولا 3 حضرت المرقه متاعنا اخيرا، مرقه الشمنكه. تشوفوا كيفاش القوام متاعها كيفاش لونها المزيان، خفيفه البنات وبنينه وتشهي. بالحق البنات قد ما نحكي لكم شويه ننصحكم تجربوها، وان شاء الله ما كومش باش تندموا. حبيت نقدمها في صحن الفخار. هذا التقديم متاعنا البنات. شفتوا منظرها محلاه، تشهي البنات بالحق تشهي.
ننصحكم انكم تجربوها. هذه اخيرا مرقة شمنكة متاعنا حضرت البنات. شوفوا منظرها المزيان قداش يشهي، لاهي مطمطمة البنات ولاهي كل ميدمة، يعني جت في المتناول متوسطة باهية برشا. منظرها مزيان ما نحكي لكمش، يعني بالحق البنات ننصحكم انكم تجربوها. هنا وصلنا لنهاية الفيديو البنات، ما بقى لي كان باش نقول لكم بسلامة ان شاء الله في فيديو اخر. بسلامة.